الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الجزائر نيوز. غرامة مالية ب5,000 دينار جزائري للسائق الأكثر من 60 سنة في هذه الحالة، فلنتابع معا. أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور بخصوص عقوبة تمديد صلاحية رخصة السياقة، وأوضحت المصالح ذاتها أنه إذا كان عمر السائق يفوق 60 سنة يصبح الفحص كل 2 سنين، وفي حال الاستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري تعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 185 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 381/04، ويعاقب عليها القانون وفقا للمادة 66/20 من القانون 14/01 المعدل والمتمم بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5,000 دينار جزائري. أما بالسائقين أقل 60 سنة، ذكرت قيادة الدرك الوطني بأن السائق يجب عليه تمديد صلاحية رخصة السياقة يكون بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة، أي حسب صنف الرخصة. وشكرا لكم.